طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي المهام الأدائية بتاعتنا احنا عندنا 3 مهام. على الأرجح اللي هتجيلك في الامتحان هتبقى المهمة الأولانية دي. ولكن احنا بالنسبة لنا احنا هنحلها دلوقتي كالعادة ان ده بالنسبة لنا مراجعة على موضوعات ليها علاقة بالمنهج. يعني هو كده كده اكسرسايز لطيف. احنا مهم جدا ان احنا نبقى بنحل واحنا فاهمين ايه اللي هيجي لنا، بس يعني ده المطلوب. انا عارف ان انت دلوقتي لو اتحط قدامك اكسرسايز زي ده ان شاء الله تعرف تحل. نعم يعني ايه يعني؟ حبيبي في كذا كذا ده بقول. نعم يعني مش نفس التاسكات ازاي؟ مش فاهم يا احمد، يعني ايه مش نفس التاسكات؟ امال ده جات لكم التاسكات منين؟ اخترعوها؟ ماشي مفيش مشكله خلاص، هو كده كده بطبيعه الحال هتلاقينا في نفس الحاجه. طيب في بيرفورمانس تاسك ان شاء الله جايه المدارس بتاعتكم في الشبه باذن الله. خلاص في البدايه هيجيب لك مجموعه من الحاجات ليفنج والحاجات النون ليفنج، ويطلب منك ان انت تعمل لها كلاسيفيكيشن. يعني هبدا اشوف ايه الحاجات اللي تبع الجيوسفير، ايه الحاجات اللي تبع الهيدروسفير، الحاجات اللي تبع البايوسفير، وايه الحاجات اللي تبع الاتموسفير. هو يبقى جايبهم لي كلهم على بعض. خلاص يعني ده مش هيبقى، الحاجات دي مش هتبقى مكتوبه على طول كده، لا هو هيبقى جايبهم لي فوق كلهم على بعض. مطلوب ان انا تحت كلمه جيوسفير دي هبدا اكتب بقى مين؟ اكتب اللاند والسويل والروكس والماونتنز والبيرنز. تمام. تحت هيدروسفير هشوف اي حاجه لها علاقه بالووتر، يعني الريفرز الاوشنز السيز، كل الحاجات دي ايه هتبقى موجوده مع الهيدروسفير. البايوسفير يبقى اي حاجه ليفنج. تمام. زي الهيومنز زي البلانتس زي الانيمالز. اما الاتموسفير فهيشمل كل الجازز او اي حاجه في الجازيوس ستيت. يعني ممكن لو ووتر فيبر هقول انه تبع ايه؟ تبع الجازيوس ستيت او الهيدروسفير. تمام. سوري تبع الاتموسفير. فيبقى الاكسجين والنيتروجين والكربون دايوكسيد دي حاجات بنعتبرها تبع الايه؟ تبع الاتموسفير. طبعا ده كلام سهل جدا بالنسبه لنا، او دي تاسك هتبقى ظريفه جدا بالنسبه لنا لما تكون معانا في الامتحان. طيب في تاسك ثانيه ممكن يجيب لي مقارنه ما بين اكواتيك ايكو سيستمز. يعني يقول لي مثلا البوند والستريم والسيز والاوشنز. فالمطلوب مني ان انا احدد التايب اوف ووتر والووتر موفمنت اذا كانت ستيل ولا راننج، والتايب اوف ليفنج اورجانيزمز اللي بتعيش فيه. مثلا البونز كنا عارفين انها فريش ووتر وبتبقى الووتر فيها ستيل وممكن نلاقي فيها انسكتس وايه؟ وورز. الستريمز فريش ووتر برضه ولكن راننج، ممكن نلاقي فيها كاتفش وايه؟ وموسس. ماشي؟ طبعا الموسس دي بلانتس، كاتفش انيمال. سيز والاوشنز سولت ووتر راننج وبنلاقي فيها طبعا ايه؟ وبنلاقي فيها باتش. طبعا ده كلام برضه بيرفورمانس تاسك سهله جدا بالنسبه لنا. الرسمه دي او الدياجرام ده يعبر عن الووتر سايكل النيتشر، وده في الحقيقه اللي احنا شفنا فيه ازاي الووتر بيحصل له ريسايكلينج في الطبيعه، او ازاي الووتر اللي بيحصل له ايفابوريشن من الووتر بوديز بيرجع بعد كده يحصل له كوندنسيشن عشان يكون لنا الكلاودز. بعدين الكلاودز دي بيحصل لها بريسبيتيشن تنزل تاني في صوره رينفول، بيحصل للرينفول كولكشن عشان تدينا ريفر او تدينا ووتر بودي مره ثانيه. وبالتالي ده شكل للووتر سايكل. طبعا لو جالي تاسك زي دي انا مش مطلوب مني ارسم، مش مطلوب مني ارسم ده كله. ده كل اللي مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ اعمل الاربع حاجات دول. يعني هكتب evaporation، هكتب هنا كده مثلا water bodies evaporation، وبعدين water vapor condensation، واكتب هنا على السهم ده cloud، وبعدين precipitation، واكتب هنا rainfall، وبعدين collection. ماشي؟ فاذا نفس الكلمات دي ولكن هزود عليها الحاجات اللي في الصور. هكتب على السهم ده water body، هكتب على السهم ده water vapor، هكتب هنا cloud، هكتب هنا rain. اتفقنا؟ او rainfall.
بس ده بالنسبه لي موضوع الايه المهام الادائيه، موضوع بسيط جدا ان شاء الله. اي تاسك ممكن تجي لك هتبقى برضو حوالين الموضوعات دي او حوالين نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب